اثنين، اقسم بالله العظيم انا لو بايدي اموت نتنياهو. شوف بقى اكتر من كده بقى، يعني انا بقول لك يا نتنياهو. وعلى فكره لو تفتكر اول زياره ليك في مصر، اول ما جيت مصر من سنترال للألفي، على فكره بقول الكلام ده ملوش علاقه بالدوله. تاني، انا هنا مواطن، لا مسؤول سياسي ولا مسؤول حزبي لسه ولا في نادي الزمالك. انا عم معزول المره دي، ما بقى معزول عشان ما احرجش الدوله. واخد بالك يا نتنياهو؟ ماليش اي صفه عشان الدوله عامله معاهده سلام مع اسرائيل. ده معاهدات دوله مع دوله، او دوله يعني دي الثانيه مش دوله، دي عصابه. تمام؟ فالدوله شانها تاخد القرارات او يبقى ردود فعل اللي عندها، غير انا مواطن مصري بقول رايي. انا بعت، كان عندنا يومها اعتقد ما اعرفش حاجه كده في نادي الزمالك، فخدت المستشار محمود عبد الله وقلت له تعالى، الله يرحمه طبعا، تعالى نعمل تلغراف من وسط البلد. فرحنا مكتب تلغراف اللي جنب سينما ديانه، اعتقد مكتب تلغراف الألفي على ما اتذكر يعني. فمحمود جاي معايا بطيبه، كان يعني الله يرحمه طيب محترم كده، قال لك جايب تلغراف يعني تعزيه ولا حاجه. فرحت لاني بكتب ايه؟ الى نتنياهو الكلب الحقير في اول زياره. الدوله كلها عارفه اللي بقوله ده. ستلوث مياه النيل، ستلوث ارضنا الطريق، خلاص. وكتبت له لو طلتك اقتلك. يا لهوي، الراجل بتاع السنترال قال لي لا مش هقول. محمود عبد الله قال لي طب احنا اصحاب بقالنا كام سنه؟ قلت له كتير. قال لي انا ماشي. فالراجل من هنا لهنا قلت له هتبعته. قال لي طب اديني جواز سفرك. سبته له ومشيت. تاني يوم الدنيا اتقلبت عليا من 8 الصبح. اوعوا تنسوا انه مستشار نتنياهو اسعد انا ضربه بالجزمه لما شتم شعب مصر، قال علينا شعب كلاب في المحكمه في قضيه عزام عزام. فانا ليا سؤال، انا مش ضد اليهود، دي ديانه، انا ضد العنصريه الصهيونيه. مين اللي انت صعبان عليك 3 ضباط ولا عساكر بتوعك؟ وانت مش صعبان عليك اطفالنا اللي قتلتوهم في بحر البحر؟ مدرسه بحر البحر قتلتوا الاطفال؟ مش صعبان عليك عمالنا اللي في مصر ابو زعبل؟ مش صعبان عليك محمد الدره الطفل الفلسطيني وقبله الاف الاطفال وبعده الاف الاطفال؟ مش صعبان عليك كنت عمال تقتلهم كل يوم؟ ليه يعني؟ هو روح اللي عندك الصهيوني ده احسن من الروح اللي عندنا؟ لا طبعا. وعاملين لي قلبين للدنيا ليه؟ عايز يتقلب الدنيا ليه؟ ده انت لسه من اسبوعين بتدنس المسجد الاقصى وبتقتحمه براجل وزير مجنون عندك، ما قلتلوش عيب؟ ولا السلام من عندنا؟ طب انت قول لي انت نفذت ايه من سنه 67 من قرار الامم المتحده ومجلس الامن انك تتنقل ب 60 نيله تنسحب لما بعد حدود 67 يونيو 67؟ ولا حاجه. انت قتلت اولادنا في سوريا ولبنان لغايه دلوقتي بتضربوهم بالقنابل. ولا انت الدم بتاعك احسن من الدم بتاعنا؟ لا طبعا. ده شهيد وجدع وراجل ايا كان بقى، كان بيطارد تجار مخدرات، هو عمل له العيال كمين، راجل. ولا انت لما تقتل ولادنا في فلسطين، ده انت كل يوم بتقتلك 10 12. ده انت راجل احمد ياسين الشيخ القعيد وهو قاعد على الكرسي بتاعه فجرته وعنده 65 سنه. انت عملت بلطك في العالم كله وسايبينك، ودلوقتي 3 ماتوا ما يموتوا. طب والولاد الفلسطينيين اللي بيتقتلوا كل يوم، استشهاد كل يوم، وعندك الوزير المجنون اللي عايز يقتحم المسجد الاقصى، استفزاز للمسلمين. فلا اللي بيحصل ده بقى كتير، وده يعني خلاص زهقنا. وبعدين اتفاقية سلام دي دوله مع دوله، او دي دوله مع عصابه. خلاص؟ ايه رايك يا ست المستشار اللي ما تقامش ليه جنازه ولا الدور بقى ثانيه واحده. فده رايي. بقول تاني اهو يا نتنياهو، انا لو طلت اقتلك انت عشان انت مجرم وبلدك دي بلد عنصريه. واشتكيني بكره اعمل ضدي بيان رسمي لوزاره. انا بقول لك اهو، انا بقى هنا لا رئيس نادي ولا عضو مجلس نواب ولا مسؤول في انا مرتضى منصور المواطن. الموضوع زاد عن حده، وكل عمال يقول لك ايه بقى العالم ازاي ايه؟ طب تقول لهم هم ازاي بيقتلوا ولادنا؟ سبحان الله. فده ولد جدع شهيد.